السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر أحمد العبد من قناة دروس تعليمية أونلاين. إن شاء الله هنبدأ مع بعض شرح وحل كتاب جيم للصف الأول الإعدادي المنهج الجديد 2025. هنقرأ الكلمات، هنتعرف على النطق الصحيح، هنشرح الجرامر بتفصيل، ونعلق على كل التريكات اللي ممكن تقابلنا. هنقرأ نصوص الريدنج ونصوص الليسننج، وهنركز كمان على جزء المهارات، لأن المنهج الجديد محتاج طالب عنده مهارات كويسة في اللغة الإنجليزية، وده اللي هنعمله وإحنا بنشرح أسهل طريقة نحل بيها سؤال الديالوج، وكمان اسهل طريقه نحل بيها سؤال الباراجراف اللي معظمنا بيشتكي منهم. هنحل على ده كله اسئله ونقول السبب بتاع الحل. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه وتفعل الجرس وتدعي اصحابك هم كمان، لان ده اكبر دعم لينا علشان نستمر. ويا سلام كمان لو تشجعنا بتعليق جميل في الكومنتس، يبقى كتر الف شيرك. يلا بينا نبدا مع بعض. هقرا كل كلمه مرتين. adult. adult. هو جاي جنبها حرف الان، ده مقصود به noun. وال A D J اللي هي adjective مقصود بيها صفة، يعني تنفع الكلمة ديت صفة وتنفع noun. AI اللي هي artificial intelligence. artificial intelligence الذكاء الاصطناعي. chocolate bar rubber. chocolate bar rubber. community. community. imagine. imagine. leader. leader. member. member. mention. mention. neighbor. طبعا تنفع اقول او يو ار او او ار، الاثنين صح. neighbor. notice. notice. partner. partner. recycling center. recycling center. software. software. strange. strange. talented. talented. tiring. tiring. tournament. tournament. vacation. vacation. volunteer. volunteer. workshop. workshop. هنكمل مفردات إضافية. هقرأ كل كلمة مرتين. alphabet. alphabet. amazing. amazing. area. area. blog post. blog post. can. can. check. check. community garden. community garden. coach. coach. specially. specially. excited. excited. for you post. for you post. join. join. kick. kick. local group. local group. meeting. meeting. mistake. mistake. player. player. project. project. post. post. repeat. repeat. sound. sound. sports club. sports club. team. team. technology. technology. ناخد تشيك بوينت. جايب لي هنا في السؤال ده حوالي 4 كلمات، وجايب لي 3 جمل. انت كده عندك كلمة زيادة، خلي بالك. عشان احل السؤال ده صح بقرأ الكلمات اللي فوق افهم معناها كويس، اقرأ الجمل وافهم معنى جملة كويس، واحط كل كلمة في المكان المناسب. كلمة نوتس يعني ملاحظة، ممبر عضو في فريق مثلا، imagine يتخيل، كوتش مدرب. نمبر 1. The not always gives me some advice during the game. مين اللي دايما بيعطيني نصيحة أثناء اللعبة؟ طبعا هيبقى coach، ديت نمبر 1. تمام. نمبر 2. My dad didn't know that I got my haircut. got my haircut يعني أنا إيه، حلقت شعري. يعني بابا إيه؟ طبعا لم يلاحظ، يبقى هنا didn't notice. Number 3. Every note of the group has a role to do. has a role to do له دور يقوم به. إذا كل عضو في الفريق، يبقى هنا نمبر 3. تمام. ناخد حاجة اسمها language expressions، تعبيرات لغوية. يعني فعل أو كلمة بتيجي مع تعبير معين
بتدي معنى معين، لو غيرت الكلمة أو الكلام اللي بيجي معاها بيتغير المعنى تماما. يعني مثلا كلمة collect أو pick up لما تيجي مع كلمة litter يجمع أو يلتقط القمامة. do activities يؤدي أنشطة. do homework يعمل واجب منزلي. do well يؤدي جيدا. try my best يبذل أقصى جهد. take part in يشارك فيه. have fun يتسلى. have a better life لديه حياة أفضل. make a poster يصنع ملصقا. make changes يحدث تغييرات. make sure يتأكد. score a goal يحرز أو يسجل هدف. solve a problem يحل مشكلة. give a helping hand يمد يد العون. ناخد prepositions حروف الجر. at the start أو at the end of في بداية أو في نهاية. clean up ينظف. decide to يقرر أن. for a while لمدة قصيرة. instead of بدلا من. join in يشارك. nervous about متوتر أو عصبي بشأن. surprised by مندهش بواسطة. help out يساعد على إنجاز عمل. wait for ينتظر شيء أو ينتظر شخص. بعد كده تصريفات الافعال الغير المنتظمه. الافعال المنتظمه بضيف لها دي او اي دي او اي دي. الافعال الغير المنتظمه بتحفظ كما هي لان ليس لها شكل ثابت. كلمه feel يشعر الماضي منها felt. give up gave up given up. grow grew grown. learn learned. leave left. sit set الثلاثه زي بعض. take took taken. teach taught عندنا الجي اتش هنا سايلنت تكتب ولا تنطق. teach taught win won write wrote written. الوردز والopposites الكلمة وعكسها. empty فارغ الانتونيم او عكسها يعني الopposite full ممتلئ. positive ايجابي عكسها negative سلبي. quiet هادئ عكسها noisy صاخب مزعج يعني. possible ممكن عكسها impossible مستحيل. safe آمن عكسها dangerous خطير. young صغير السن عكسها old كبير السن. ناخد التشيك بوينت نمبر 2. هنأكد برضو على اللي احنا قلناه. بناخد جاي عندنا هنا 4 كلمات أو 5 كلمات المرة دي و4 جمل. فعايزني أشوف الكلمة المناسبة للمكان المناسب. خلي بالك أنت كده عندك كلمة زيادة. فأنا بقرأ الكلمات وأفهم معناها وأقرأ الجمل وأشوف الكلمة في المكان المناسب. كلمة safe يعني آمن. dangerous خطير. make يصنع. sit بمعنى تغرب بتيجي مع كلمة الشمس مثلا. for ده حرف جر. number 1 we need to not changes to the plan. احنا عاوزين نعمل تغييرات للخطة يبقى هنا ايه we need to make changes to the plan. عايزين نعمل تغييرات في الخطة تمام. number 2 he waited not his friend at the park but he didn't come. هو انتظر من أجل زميله في الحديقة لكنه لم يأتي. اسمها wait ايه برافو عليكم wait for number 2. number 3 you should wear a helmet while biking to be. يجب أن ترتدي خوذة أثناء ركوبك الدراجات to be إيه؟ طبعا to be safe مش لكي تكون إيه؟ لكي تكون آمن تمام. نمبر 4 it gets cooler when the sun. الجو طبعا بيبرد لما الشمس إيه؟ طبعا sets لما الشمس بتغرب تمام. ناخد بعد كده أول ملاحظات عندنا important notes. أول حاجة هنا مصطلحات غريبة علينا شوية بيحاول يوضحها لك ويقول لك إيه؟ What's AI؟ يا ترى إيه هو الذكاء الاصطناعي؟ AI stands for Artificial Intelligence. كلمة AI ديت يعني اختصار لكلمة Artificial Intelligence اللي هو الذكاء الاصطناعي. It means making computers and robots smart. معناها بتجعل أجهزة الكمبيوتر والإنسان الآلي تبقى أجهزة ذكية. So they can do things that usually need human intelligence. فتقدر تعمل أو تقوم بالأشياء عادة ما تحتاجها إيه؟ تحتاج إلى الذكاء البشري. For example على سبيل المثال imagine you have a super smart robot friend. تخيل ان عندك صديق روبوت ذكي جدا. This friend can understand what you say. صديقك ده يعني هيفهم اللي انت هتقوله. Answer your questions هيجاوب على اسئلتك. And even help you do things like homework or play games. وكمان هيساعدك حتى في عمل اشياء زي الواجب ولعب الالعاب. This smart robot is what we call الروبوت الذكي ده بنسميه artificial intelligence or AI بنسميه الذكاء الصناعي.
نقطة كمان لازم تاخد بالك منها في أول منهجنا السنة دي: types of words، أنواع الكلمات. الكلمات ممكن تبقى a noun، ده اسم. النون ده الاسم ده يعني إيه noun؟ It refers to a person، يشير إلى شخص or thing أو شيء. Before a noun we usually find، قبل الاسم لما يكون مفرد بنضع إيه؟ a، an أو the. مثلا a coach، مدرب واحد. a garden، حديقة واحدة. an area، منطقة واحدة. طيب a verb، خلي بالك النون اختصاره حرف ال N، والverb الفعل اختصاره حرف ال V. It describes an action، بيوصف الفعل زي كلمة help يساعد. imagine يتخيل. join يعني ينضم أو يلتحق به. an adjective اختصارها ثلاث حروف A D J. الصفة ديت it describes a noun، بتصف الاسم. ويقول لك الصفة تصف الاسم وتأتي قبله، وممكن تيجي بعد verb to be. amazing، مذهل. nervous، متعصب أو متوتر. tiring، متعب. نشوف كده بقى تدريب سريع على النقطة ديت. write the correct category noun verb or adjective، يعني اكتب الصيغة أو التصنيف المناسب، سواء كان صفة أو اسم أو إيه أو فعل for the underlined words، للكلمات اللي تحتها خط in the following sentences، في الكلمات التالية. نمبر 1: we live in a house، احنا عايشين في منزل. طبعا دي هنعمل اختصار بس بقى، يبقى ده ايه ديت ان اللي هي ايه noun. تمام. my brother runs fast، طبعا ديت ايه ديت verb فعل. تمام. نمبر 3: هال's dress is beautiful، فستان هالة جميل. احنا قلنا الصفة تصف الاسم وتأتي قبله أو تيجي بعد فيرب تو بي، يبقى هنا adjective، يبقى هنا ثلاث حروف A D J. نمبر 4: we have a community meeting، احنا عندنا اجتماع مجتمعي. كلمة community لوحدها تبقى noun، لكن هنا هتبقى ايه adjective، صفة، لأن معناها هنا مجتمعي. نمبر 5: مستر الموجي is an amazing teacher، ده المدرس مذهل، برضو ديت ايه adjective، صفة. نمبر 6: I joined the football team، انا انضميت لفريق كرة القدم، ده طبعا ايه verb فعل. يبقى لازم يا جماعة تكون عارف مكان الفعل فين في الجملة، مكان الاسم ومكان الادجكتيف الصفة فين. تمام. ناخد بعد كده language notes، ملاحظات لغوية. اول حاجة كلمة teach ممكن يجي وراها how to والمصدر، او to والمصدر، والاثنين صح. We should teach people how to use technology، يجب ان نعلم الناس كيف نستخدم التكنولوجيا. using او by using يعني باستخدام. لما اقول you can write stories using AI، انت ممكن تألف قصص مستخدمة للذكاء الاصطناعي. كلمة write يعني يكتب او يؤلف. الملحوظة الثالثة: would or apostrophe دي طبعا ده اختصارها like to زائد المصدر، يود ان. I'd like to play in a tournament، انا اود او احب ان العب في ايه في مسابقة او في دوري مثلا. تمام. نمبر 4، الملحوظة الرابعة: there بيجي معاها verb to be am is are was were. لما تلاقي كلمة be بين قوسين مقصود بها verb to be اللي هو فعل يكون، plus noun زائد الاسم، plus infinitive plus ing زائد الفعل زائد ing. مثلا there were lots of boys، يوجد أولاد، كثير من الأولاد يعني، playing in two teams، بيلعبوا في فريقين. الملحوظة الخامسة: try ممكن يجي وراها الفيرب plus ing اللي هو الفعل المصدر زائد ing، بمعنى يجرب. Do you want to try playing with a team؟ هل انت جربت تلعب مع الفريق؟ يبقى try مع الفعل في ing. الملحوظة السادسة: watch ممكن يجي وراها مفعول واجيب وراها فعل مصدر يشاهد، بس هنا الحدث كله، بمعنى ايه؟ The coach watched me kick the ball، الكابتن المدرب شاهدني وانا اقوم بركل الكرة، يبقى شاف الحدث بالكامل. نمبر 7: start ممكن يجي وراها فعل في ing او to plus infinitive زائد المصدر، بمعنى يبدأ. مثلا I started helping out at a project in my city، أنا ساعدت أو أنا بدأت في المساعدة في عمل مشروع في المدينة بتاعتي. ممكن أقول I started to help، والاتنين صح. آخر نقطة في الملاحظات اللغوية: stop plus verb plus ing، يتوقف عن فعل الشيء ما بقاش يعمله. لما أقول I advise my mother أو my brother to stop watching too much TV، أنا شايف أخويا مثلا بيشاهد تلفاز كتير جدا، فانا نصحته ايه يتوقف عن مشاهده التلفاز بكثره. ناخد التشيك بوينت على النقطه اللي فاتت ديت. تشوز نمبر 1: ماي مام كوكس فود، ماما تقوم بطهي الطعام. نوت فريش فيجيتابلز، يبقى هي بتطهي الطعام مستخدمه الخضروات الطازجه، يبقى ايه يبقى using fresh vegetables. نمبر 2: I'll try Chinese food. I'll try احنا قلنا ايه try، يبقى هنا eating، لان ما ينفعش اقول to eating،
يبقى هنا معناها يجرب، أنا بجرب الطعام الصيني. نمبر 3. There are children in the park. يوجد أطفال في الحديقة. يبقى يوجد أطفال playing. احنا قلنا there are بيجي وراها اسم بيجي فعل في اي ان جي. ناخد بعد كده vocabulary builder، وده جزء جميل جدا في كتاب جيم. أول حاجة فيه definitions، تعريفات. طب هو هيسالني في الامتحان يقول لي وات از ا كوتش، ما هو المدرب، واقول الجمله ديت؟ لا، ما بتجيش كده. بتيجي في الديفينيشنز. الديفينيشنز دي يعني التعريفات دي بتيجي في الاختيارات. يجيب لك مثلا التعريف نفسه ويقول لك اختار، هل دي معناها كوتش ولا مثلا تيتشر ولا مثلا دكتور، حسب الاختيارات. اول كلمه كلمه كوتش، مدرب. someone who trains a person or team in a sport. شخص بيدرب شخص اخر او فريق في رياضه معينه. imagine، يتخيل. think about something، لما تفكر في شيء and form an idea of it، وتكون فكرة عنه. يبقى كده يتخيل. talented، موهوب. someone who has a natural ability، شخص عنده قدرة طبيعية to do something well، ان هو يقوم بعمل شيء بطريقة جيدة. tiring، متعب او مرهق. خلي بالكم هي متشكلة غلط، المفروض هنا متعب العين تحتها كسرة هي والهاء، هي معمولة قصادها فوقها، لا هي غلط. يبقى متعب بسبب التعب او مرهق بسبب الارهاق. something makes you tiring so that you want to rest or sleep. شيء بيجعلك متعب لكي لذلك يعني انت بتبقى محتاج انك ترتاح او تنام. tournament، بطولة او دوري او مسابقة. a competition، يعني هنا منافسة أو مسابقة in which many players، اللي فيها يعني ناس عديدة compete in many games، يعني بيتنافسوا في ألعاب عديدة. يبقى دي عاملة زي المنافسات كده. الوردز والسينونيمز، الكلمة المرادف بتاعها أو المينينج، المعنى. احنا خدنا الوردز والأوبوزيت الكلمة وعكسها، دلوقتي الوردز والمينينج أو السينونيم بتاعها. كلمة quiet، هادئ، بتساوي calm، هادئ. اللي هنا silent. vacation، أجازة، بتساوي holiday. ناخد بعد كده suffix and prefix، اللاحقة والبادئة. السفكس دي يا جماعة يعني حروف بتنضاف في آخر الكلمة، ممكن تحول الكلمة من فعل إلى صفة أو من فعل إلى اسم وهكذا. تمام. مثلا كلمة amaze يعني يذهل، لما أضيف لها في آخرها اي ان جي، كده أنا حولت الصفة أو الفعل يعني اللي هو amaze إلى صفة بقت amazing، مذهل أو مدهش. excite، يثير، لما أضيف لها اي دي حولت الفعل ده إلى صفة بقت excited، متحمس. ليد، يقود، لما اضيف لها اي ار كده انا حولت الفعل ده الى اسم فعل بقت ليدر، قائد او زعيم. البريفكس، البادئه، يعني حروف بنجيبها في اول الكلمه. اي ام لما اجيبها في اول الكلمه تعطي عكس المعنى. مثلا كلمه possible، ممكن، لما اضيف لها اي ام بقت impossible، مستحيل، غير ممكن يعني. يو ان وتعطي عكس المعنى. كلمة نون، الكي خلي بالكم لما يجي بعدها ان يبقى الكي سايلنت. نون معروف، عكسها ان نون، غير معروف. نحل بقى كم نقطة كده على الجزء اللي فات، تشيك بوينت. نمبر 1. to get the noun from the verb lead، عشان احصل على الاسم، عشان اعمل الاسم from the verb lead من كلمة lead اللي يعني يقود. we add the suffix، هنضيف لها ايه؟ لسه قايلينها من شوية er، تمام، تبقى leader، قائد. نمبر 2. to get the antonym of known، عشان اجيب مضاد كلمة known اللي هي معروف. we add the prefix، هنضيف لها ايه في اولها؟ هنضيف لها un، تبقى unknown، غير معروف او غير مشهور. تمام. نمبر 3. I go to Alexandria in the summer vacation، انا روح بذهب يعني الى اسكندرية في اجازة الصيف. vacation means، كلمة vacation معناها ايه؟ طبعا معناها هنا holiday، يعني اجازة. تمام. طبعا ويك اند، عطلة نهاية الاسبوع. celebration، احتفال. ورك شوب، ورشة عمل، مش هينفعهم. ناخد بعد كده reading and listening skills، مهارات الاستماع والقراءة. اول نص عندي في lesson 1 page 5. vacation activities، انشطة الاجازة. read and listen to Omar's blog post، استمع واقرأ البلوج بوست اللي هو منشور المدونة بتاعت عمر. بيقول ايه عمر؟ Hi, I am عمر. مرحبا، أنا اسمي عمر. This summer was great. الصيف ده كان شيء عظيم. I played football every day. أنا لعبت كورة كل يوم. At first، في البداية I played with some of my neighbors. في البداية أنا كنت بلعب مع بعض الجيران. In the street، في الشارع. Our street is quiet and very safe. الشارع بتاعنا هادئ وآمن جدا. We had a lot of fun، يعني مرحنا كتير.
وفرحنا كتير. and we liked to imagine that. كنا بنحب يعني نتخيل that we were famous football players، ان احنا لعيبه، يعني لعيبه كره قدم مشهوره. then a new boy joined in. ثم ولد جديد انضم لنا. he told me about a football club in our area. واخبرني عن نادي كره قدم جديد في المنطقه، او نادي كره قدم اللي موجود في المنطقه يعني. الفقره الثانيه. one afternoon، في يوم بعد الظهر، I decided to go to the club. قررت اروح النادي. there were lots of boys playing in two teams. يوجد يعني الكثير من الاولاد بيلعبوا في فريقين. and I watched them for a while. وبدات اشاهدهم للحظه او لفتره. ثم the coach saw me and asked if I played football. المدرب شافني وقال لي لو انا كنت سالني، يعني طلب مني لو انا كنت بعرف العب كره قدم. ايضا بيقول لي ايه بقى؟ Do you want to try playing with the team؟ هل تحب تلعب كرة قدم مع الفريق؟ He asked، هو سألني. Of course I did. The coach watched me kick. طبعا بالطبع انا بحب العب كرة اصلا، والمدرب شافني وانا بركل الكرة. يبقى watched me kick the ball and see او and said I was a talented football player. قال لي ان انا ايه، لاعب كرة قدم موهوب. He asked me to join the team. طلب مني انضم للفريق. For the next 6 weeks، للست أسابيع التالية بعد الحدث ده يعني في الأجازة. I played with my neighbors in the morning. كنت بلعب مع جيراني الصبح. And then with the team at the football club in the afternoon. ومع الفريق في النادي بتاع كرة القدم بعد الظهر. It was very tiring. كان شيء متعب. But really fun. لكن إيه، كان حاجة سعيدة بالنسبة لي. At the end of the summer، في نهاية الصيف، we took part in a tournament. اشتركنا في البطولة أو في الدوري أو في المسابقة. It was I was هنا I was nervous. أنا كنت متوتر about it. عصبي ومتوتر. but excited، لكني شاعر بالإثارة وسعيد. I tried my best and scored 3 goals. يعني بذلت أقصى مجهود عندي وأحرزت 3 أهداف. Our team won the tournament. فريقنا فاز بالمسابقة أو البطولة. It was an amazing end to the summer. وكانت نهاية مذهلة بالنسبة للصيف بتاعي. جايب لي هنا حتة جميلة قوي على الكومبريهنشن سكيلز، مهارات حل القطعة. لو جيت وانا بحل قطعه، بقرا قطعه عشان احل عليها اسئله زي اللي فاتت دي مثلا، بقول لك how to guess the meaning of a word. ازاي تخمن معنى كلمه. كيفيه تخمين معنى كلمه. اول حاجه، حاول تفهم نوع الكلمه دي ايه. زي ما قلنا، هل هي فعل verb، noun اسم، adjective صفه زي ما قلت من شويه. اقرا القطعه جيدا. بقرا القطعه كويس قوي. ابحث عن دليل يساعدك على فهم الكلمة عشان لما تيجي تخمنها تخمنها صح. اقرأ الكلمات اللي حوالين الكلمة غير المألوفة عشان تحاول فهم معنى الكلمة. فمن الممكن أن تجد كلمات مشابهة لهذا المعنى. يعني أنت بتخمن المعنى من السياق العام. حاول تخمين معنى الكلمة في النص اللي موجود قدامك. تمام. يعني مثلا لو جاب له جملة زي ما يقول لك ايه، I tried my best and scored 3 goals. أنا حاولت أقصى وبذلت أقصى مجهود عندي وأحرزت 3 أهداف. Our team won the tournament. فريقنا فاز بالايه. كلمة tournament معناها هنا ايه؟ طبعا كده معناها competition، بطولة، منافسة، مسابقة. يبقى انا بخمن المعنى من السياق العام. تمام. في lesson 2 في كمان نص reading. جايب لي هنا سؤال قبل ما اقرا، يقول لك where did you spend your summer vacation؟ اين قضيت اجازة الصيف بتاعتك؟ بيقول لي هنا read and listen to for you posts. اقرا واستمع الى منشورات الايه. كلمه فور يوم هنا، كلمه احنا قلنا بلوج بوست يعني منشور المدونه، لكن فور يوم معناها منتدى. منشورات المنتدى about summer vacation activities، عن انشطه الاجازه في الصيف. Tell us about your summer vacation and post your photos. عرفنا بالاجازه بتاع الصيف بتاعتك وبعت لنا الصور بتاعتك. اول بنت اسمها إلسا، سيلزبورغ، استراليا. بتقول هنا إلسا بتقول ايه بقى؟ I noticed that there were too many empty cans. انا لاحظت ان في يعني كتير جدا من العلب الفارغه. and the chocolate bar wrappers. وشفنا واغلفه بتاعت ايه، الشوكولاته كتير قوي. الورق بتاع الشوكولاته بعد ما ناكلها ونرميه يعني. on the streets، في الشارع. in our city، في المدينه بتاعتنا. last summer، الصيف الماضي. I decided to do something about it. قررت اعمل شيء عن الموضوع ده. I didn't want to wait for the adults to clean up our streets. انا ما كنتش يعني ايه، عاوز ان انا استنى الكبار عشان ينظفوا الشارع لينا. I made some posters to ask young people to join my group. انا عملت بوسترات يعني ملصقات اعلانيه وعلقتها مثلا عشان اطلب من الشباب ان هم ينضموا للمجموعه بتاعتي. ممكن اكون عملت المنشورات على النت، ممكن عملتها في الشارع. Four people came to our first meeting. جه 4 اشخاص اول اجتماع لينا.
We picked up litter from one part of the city. قمنا بتجميع القمامة من جزء واحد من المدينة. Put it in bags and took it to the recycling center. وضعناها في شنط واخدناها لايه؟ للمركز بتاع ايه؟ اعادة تدوير الاشياء، يعني اعادة تصنيع الاشياء واستخدامها. The week after that، الاسبوع اللي بعد كده، 8 people came and then after that، جه 8 اشخاص وبعد كده there were 12 of us، وبقوا 12. The group grew and grew over the vacation. المجموعة والجروب بتاعنا بدأ يكبر ويكبر على مدار الأجازة. And now it has 24 members، بقى فيها 24 عضو دلوقتي. نشوف بعد كده ليون مانشستر يو كي. ليون من مانشستر، مدينة مانشستر اللي هي في انجلترا، يو كي المملكة المتحدة. بيقول ايه؟ Last summer، الصيف الماضي، I did something really fun. أنا عملت شيء فعلا مرح، كنت سعيد جدا وأنا بعمله. I took part in a project، شاركت في مشروع where young people write stories using AI. المشروع ده فيه الشباب بيألفوا ويكتبوا قصص باستخدام الذكاء الاصطناعي. Because computers write them، ولأن الكمبيوتر بيكتبهم لنا. We had to check to make sure that، كنا لازم نتأكد there were no mistakes in them، لأن الكمبيوتر هو اللي بيكتبهم، لازم نتأكد إن مفيش أخطاء. Before I started، قبل ما أبدأ أو قبل ما بدأت يعني، I didn't know that AI can write really good stories. ما كنتش عارف إن ال AI فعلا ممكن يألف لنا قصص فعلا جميلة. You imagine that only people can write stories. أنت متخيل إن فقط الناس هي بتقدر تكتب قصص. But AI can give a helping hand. لكن ال AI ممكن يقدم لك يد المساعدة. I was surprised، أنا كنت مندهش. Most of the stories I read were fine. معظم القصص اللي أنا قرأتها، شفت أنا قلتها إيه؟ I read. طب ليه مثلا ما قلتش read؟ لأن read مضارع الماضي منها، وأنا بنطقه نفس الحروف على فكرة، بقول read read read. هنا بيقول لي most of the stories، معظم القصص اللي أنا إيه I read were fine، كانت جميلة، اللي أنا قرأتها كانت جميلة. But sometimes I found something strange in them. لكن أحيانا كنت بجد أشياء غريبة فيها. For example، على سبيل المثال، there was one story where the sun never sets. كان في قصة الشمس فيها عمرها أبدا ما بتغرب. Of course that's not possible. بالطبع ده شيء غير ممكن، مستحيل. So I changed that part of the story. فأنا غيرت الجزء ده من القصة دي. نشوف البنت اللي بعد كده، اسمها جميلة، طبعا من لوكسور ايجيبت، من لوكسور في مصر. بتقول ايه بقى؟ 2 months ago، من شهرين، I started helping out at a project in my city. انا بدأت يعني اساعد في انجاز مشروع في المدينة بتاعتنا. In this project young people like me help adults. الشباب كانوا بيحبوا مني ان انا اساعد، او بيحبوا ان انا بساعد الايه؟ الكبار who can't read، اللي ما بيقدروش يقراوا and write Arabic، وما يعرفوش يكتبوا عربي، زي بتوع محو الأمية كده. My partner was Mrs. عزة. الشريكة اللي كانت معايا كانت مسز عزة. مسز هنا مش مقصود بها اللي هي مدرسة، لا، مقصود بها يعني مدام عزة يعني. and she was very nice، كانت لطيفة جدا. first، أولا، we looked at the alphabet. احنا طبعا شفنا، نظرنا للإيه؟ على الحروف الأبجدية together مع بعض. I said the sound of each letter. بدأت أقول لها الصوت بتاع كل حرف. and Mrs. عزة repeated it. وطبعا مدام عزة بدأت تكرر اللي أنا بقوله. Sometimes she nearly gave up. أحيانا كانت بتستسلم، يعني مش قادرة تكمل يعني. But then I said things like، لكن أنا كنت بقول لها أشياء زي إيه؟ You are doing really well. ده أنت بتأدي أداء كويس جدا، بشجعها يعني. Don't stop now، لا تتوقفي الآن. It was fun to be a teacher instead of a student. وكان شيء بالنسبة لي يعني جميل جدا إن أنا أبقى مدرسة بدل ما أكون طالبة. especially when I asked her، خاصة لما كنت بسألها أقول لها إيه؟ كنت ببقى فرحان قوي لما أكون يعني إيه قايمة بدور المدرسة، أقول لها did you do your homework this week؟ هل عملت الواجب بتاعك الأسبوع ده؟ or what did you learn yesterday؟ إيه اللي أنت اتعلمتيه بالأمس؟ It was great to help Mrs. Azza learn something new. كان شيء عظيم إن أنا أعلم أو أساعد مدام عزة إن هي تتعلم شيء جديد. جه دورنا دلوقتي مع حل أسئلة على الفوكاب، على الكلمات. هنحل مع بعض تقريبا 25 سؤال. عشان تحقق أكبر استفادة ممكنة من الفيديو، وقف الفيديو، حل الجزء اللي بيبقى ظاهر قدامك لوحدك بعد ما تذاكر طبعا. بعد كده شغل الفيديو تاني عشان تعرف إجابتك صح ولا غلط، وعشان تعرف السبب بتاع الحل. طمنا على مستواك في التعليقات، واكتب لي جبت كام من 25 في كلمات الدرس الأول والثاني من الوحدة الأولى.
وخلي بالك ان تفاعلك معانا بيشجعنا عشان نستمر. ويا سلام كمان لو تشجعنا في تعليق جميل في الكومنتس، يبقى كتر الف شيرك. يلا بينا نبدا مع اول حاجه، نمبر 1. افترض انك وقفت الفيديو على الاسئله اللي قدامك، حوالي 6 اسئله وبتحلهم الان. كل ما حرك الشاشه حل الاسئله، وقف الفيديو وحلها لوحدك. نمبر 1. The view from the top of the mountain was I loved it. المنظر من اعلى الجبل كان ايه؟ انا حبيته قوي. طبعا المنظر كان amazing مدهش. طبعا horrible فظيع يعني سيء جدا. talented موهوب، ugly قبيح. Number 2. Can you help with setting the table for dinner؟ هل ممكن تساعد في انجاز تجهيز الترابيزه للعشاء؟ اسمها ايه؟ help out. تمام. طبعا at about on مش هينفعوا. وset the table يعني يقوم باعداد السفره يعني للعشاء. Number 3. I always wear gloves. أنا دائما برتدي جوانتي. When I litter from the street، لما بعمل إيه؟ طبعا when I collect litter، لما بجمع القمم من الشارع. solve يحل مشكلة مثلا. repeat يكرر. mention يذكر، يعني يذكر يعني بيذكر اسم شخص أو كده. Number 4. كريم not many prizes for his great work. كريم عايز يقول ان هو يعني فاز بجوائز كتيره للعمل العظيم بتاعه. يبقى هنا won، ما تقولش won، اسمها won فاز. grew يعني يكبر او يزداد وينمو. felt شعر. designed صمم. نمبر 5. قاضي نقط at the local recycling center during the summer. واحد اسمه قاضي. طبعا ايه هنا تطوع، يبقى فولنتير. تطوع للعمل فين؟ في المركز بتاع اعاده تدوير المحل اللي هو في المنطقه اللي هو فيها اثناء الصيف. طبعا ريبيتد كرره. تشينجد غيره. تشيكد يعني تاكد او فحص. نمبر 6. رؤى not her room before her friends came over. رؤى عملت ايه في الحجره بتاعتها قبل ما اصدقائها يعني يجوا؟ يبقى اكيد cleaned up يعني نظفت الحجره بتاعتها. wait for ينتظر. picked up يلتقط او يجمع. helped out يساعد في انجاز. نمبر 7. my brother became a of our school football team. He is a good player. يعني اخويا اصبح ايه في فريق كره القدم بتاع المدرسه؟ هو لاعب جيد. اذا هو اصبح كده عضو، يبقى هنا ممبر اول واحده. خلي بالك لان كلمه نمبر الثانيه معناها رقم. vacation اجازه. neighbor جار. نمبر 8. during not we traveled to Luxor and أسوان. أثناء إيه إحنا سافرنا الأقصر وأسوان؟ يبقى هنا أثناء الأجازة اللي هي vacation letter A. تمام. طبعا community مجتمع أو مجتمعي. activity نشاط. software اللي هي البرامج بتاع الكمبيوتر. نمبر 9. مازن waited a while before leaving the house. مازن انتظر لفترة قبل ما يغادر المنزل. اسمها ايه؟ wait for ينتظر من أجل. نمبر 10. أميرة thinks it's. أميرة تعتقد it's أنه إيه؟ to finish the project on Friday. طبعا ده شيء بالنسبة لنا. هقول it's possible empty nervous famous. طبعا هنا المناسبة letter A. it's possible. أميرة بتعتقد إن من الممكن إنها تنهي المشروع يوم الجمعة. طبعا empty يعني فارغ. nervous متوتر أو متعصب. famous مشهور. نمبر 11. if you are a or an you can drive a car travel and explore new places alone. if you are لو انت كنت ايه؟ you can drive a car ممكن تقود سيارة. travel تسافر. and explore new places alone وطبعا تستكشف اماكن جديدة. خلي بالك بمفردك. لو انت ايه؟ adult كبير طبعا او راشد. طبعا kid يعني طفل. بيبي لسه صغير. child طفل. number 12. did Celia where she was going. هل سيليا قالت هي رايحة فين؟ يبقى هنا did سيليا mention. هل ذكرت هي راحت فين؟ يبقى هنا يذكر المكان اللي راحته. لكن بلانت يزرع أو معناها نبات. join ينضم أو يلتحق به. repeat يكرر. number 13. to get the opposite of possible we add the prefix. عشان أجيب مضاد كلمة possible بنضيف إيه؟ طبعا هضيف لكلمة possible يبقى impossible يعني مستحيل. تمام. نكمل الأسئلة بتاعتنا، ناخد كمان 12 سؤال. وزي ما اتفقنا برضو حاول توقف الفيديو على الجزء اللي بيظهر قدامك وتحل لوحدك قبل ما انا احل، عشان طبعا تستفيد اكبر استفادة ممكنة. نمبر 1. My brother likes to not part in games with other teams. اخويا بيحب يعمل ايه في الالعاب مع الفرق الثانية؟ اسمها take part in يشارك فيه. تمام. check يعني يفحص او يتأكد. pick يلتقط. join ينضم او يلتحق به.
ديت كانت ممكن تبقى صح لو ما فيش كلمه بارت ان. ممكن اقول ينضم للفريق على طول، يبقى join the team كمان. نمبر 2. The children picked up the chocolate bar on the streets in their city. الأطفال بدأوا يجمعوا الشوكولات بار، إيه؟ طبعا رابرز، اللي هي الإيه؟ الأغلفة بتاعت الشوكولاتة اللي مرمية في الشارع. طبعا vacations أجازات، communities مجتمعات، partners اللي هم الشركاء. نمبر 3. Our team will play in the next. فريقنا هيلعب in the next إيه؟ طبعا in the next أو البوستر الملصق إعلاني. tournament البطولة، دي تنفع. طبعا مش هينفع كلمة بروجكت اللي هو المشروع، بلوج اللي هو مدونة. نمبر 4. My sister joined a group. أختي انضمت لمجموعة to not adults to read and write Arabic، عشان تعلم الكبار يقرأوا ويكتبوا عربي. يبقى هنا to يا ترى أقول teach يعلم، learn يتعلم، check يتأكد أو يفحص، mention يذكر. طبعا هنا teach adults يعلم. نمبر 5. عمر and طارق write stories using computer. عمر وطارق بيألفوا قصص مستخدمين ايه؟ كمبيوتر. طبعا هنا سوفت وير، برامج الكمبيوتر. طبعا تيم فريق، سكرين شاشة، توي لعبة مش هينفعهم. نمبر 6. our not are very friendly. مين اللي يعتبر ودود جدا؟ يا ترى اقول رابرز الاغلفه بتاع زي ما قلنا بتاع اغلفه الشوكولاته، الورق بتاع الشوكولاته اللي بنرميه. نيبرز جيران، اكتيفيتيز انشطه، ميستيكس اخطاء. طبعا هنا هتبقى نيبرز، مظبوط. نمبر 7. working day and night. العمل ليل نهار is really يعتبر really ايه؟ طبعا really tiring متعب. excited مثير. empty فارغ. rich غني مش هينفعه. نمبر 8. the coach watched me kick the ball and said I was not he was happy. المدرب شافني وانا بركل الكرة وقال ان انا ايه؟ I was talented انا موهوب، وكان سعيد بيا طبعا لاني noisy صاخب، empty فارغ، boring يعني ممل بيسبب الملل. نمبر 9. did you note the changes in your room. did you say يقول، did you collect يجمع، solve يحل، notice يلاحظ. طبعا هنا did you notice هل انت لاحظت الايه التغييرات اللي في الغرفة. نمبر 10. we should always learn from our. يجب ان احنا دائما نتعلم من ايه؟ from our طبعا mistakes نتعلم من اخطائنا، لان كلمة tournament يعني بطولات، vacations اجازات، rappers اغلفة. نمبر 11. Mrs. Azza always teaches us the sound of letters. Mrs. عزة دايما بتساعدنا او بتعلمنا الاصوات او الصوت بتاع الحروف. and we not after her واحنا ايه؟ repeat after her نكرر ونعيد بعدها. score يحرز، feel يشعر، win يفوز. نمبر 12 اخر سؤال عندنا النهارده. It's safe to play in front of your house. شيء امن انك تلعب امام منزلك. It's not بدل هو شيء امن يبقى ايه؟ It's not dangerous ليس خطير، لان النيرفس متوتر ومتعصب. نايس لطيف، فاين جميل. هنكتفي بالجزء ده النهارده عشان الفيديو ما يبقاش طويل. المره الجايه هناخد الجزء الخاص بالجرامر وهنشرحه بطريقه جميله قوي عجبت ناس كتير، طريقه الخرائط الذهنيه. وكمان هنركز على الجزء الخاص بالسكيلز سواء الديالوج او الباراجراف عشان يبقى كويسين فيه ان شاء الله. احنا كده وصلنا لاخر حلقه النهارده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات القادمه ان شاء الله. كان معكم مستر احمد العبد من قناه دروس عالميه اونلاين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.